قلت لي قبل ما يموت باك بانوا فيه نفس الضرابي اللي كاينين دابا في اختك. قلت لها الوالده اولا الاعمار بيد الله، ما غادي يوقع لينا غير اللي مكتب لينا سيدي ربي. ولكن في راسي كان سؤال واحد كيدور، واش حتى اختي غتعيش نفس المعاناه اللي عشت من قبل؟ قصدت بيتي تكيت وبديت كنفكر علاش كيوقع لينا هادشي، شنو ذنبنا الا جدنا الكبير خان. مشيت باش نغسل وجهي ونصفي دماغي، هزيت عيني في المرايه باش نشوف في راسي. هو يبان ليا داك الرسم اللي رسموا ليا داك السيد في يدي، وداك الساعات تفكرت شنو وقع في داك الرحله. رجعت لبيتي وانا عارف باللي داك خونا هو الوحيد اللي قادر يعاوني في هاد المحنه، هو اللي قادر يخلصني من هاد اللعنه. ولكن كيفاش غندير نوصل ليه؟ وانا كنفكر في هاد الشيء طاحت عيني على واحد الصندوق صغير ديال الخشب. فاش حليت داك الصندوق لقيت داك الخاتم اللي عطاني داك السيد، داك الخاتم اللي داير عليه واحد طريف ديال الجلد وفي وسطو واحد الحجره حمراء ومنقوشين عليه شي رموز اللي غريبه. شديت داك الخاتم ولبستو في يدي، هو يبدا يبان واحد الدخان، غير بدا كيمشي داك الدخان وانا نشوف واحد السيد اللي كان كيشبه ليا في كلشي، نسخه مني. ما جيت فين نستوعب شنو كيوقع حتى لقيت راسي في بلاصه اخرى، ما عرفتش كيفاش حتى وصلت لهنا. وانا كنفكر سمعت الصوت ديال واحد البنت ورايا، قالت لي على سلامتك مني فقتي. درت بالزربه باش نشوفها، لقيتها بنت اللي زوينه بزاف، كانت جالسه قدام الباب ديال الكهف. قبل ما نسولها قالت لي انا عارفه بلي عندك بزاف ديال الاسئله والاجوبه ديال داكشي كاينه لداخل ديال هذا الكهف. ومن بعد قصدت الباب ديال الكهف بحال كانت عارفه بلي غنمشي وراها. بسبب هادشي اللي عشت ما بقات كتجيني حتى حاجه غريبه. دخلنا لذاك الكهف اللي كان كامل مظلم، ولكن مع كل خطوه كنت كنشوف واحد الضوء خفيف كاين في الجناب. ما كان حتى حد فينا كيهضر. بغيت نسولها ولكن كانوا عندي بزاف ديال الاسئله كيدوروا في راسي، ولكن غادي نزعم وغادي نسولها واحد السؤال اللي من البدايه وهو محيرني. فين هو داك السيد اللي قال لي بلي الا لبست الخاتم غادي نتلاقى معاه؟ ردات عليا بلا ما تشوف فيا، قالت لي شكون قال لك بلي داك خونا ما كاينش معنا دابا؟ في داك اللحظه لقينا راسنا وصلنا لواحد البلاصه اللي كانت عامره شموع، فيها واحد الدائره كبيره في الوسط بحال الدائره اللي شفتها من قبل. جلسات وعطاتني اشاره باش نمشي نجلس في وسط داك الدائره، وانا بلا ما نسولها مشيت نيشان جلست. قالت لي باش نقلد الحركات ديالها. كانت جالسه ومربعه رجليها. قالت لي بانه ما يمكنش تدخل الحرب وانت اعمى. شفت فيها وانا معجب، الصراحه ما فهمتها شنو كتقصد. كملت كلامها وقالت لي انه خصني نكتشف الطاقه ديالي، وباش نكتشفها خصني ضروري نعرف الماضي ديالي. بدات كتقول لي شي كلام اللي ما مفهومش. فاش حليت عيني لقيت راسي في بلاصه اخرى، ما عرفتهاش. كانوا كاينين بزاف ديال الناس اللي كيعاونوا واحد المراه في الولاده، والصوت ديال داك المراه كان هو الصوت ديال الوالده. ولكن فاش شفت الوجه ديالها تخلعت، الوجه ديالها كان مشوه. ومن بعد سمعت صوت واحد اخر اللي كان الصوت ديال الوالد، اللي حتى هو الوجه ديالو كان كيخلع. ديك الساعه عرفت ان هذا الشيء كان هو الوقت ديال الولاده ديالي. هزني الوالد ما بين يديه ونطق بسميتي. ما بقيت فاهم والو، تخلطوا لي الاحداث في راسي. واش بغيتوا تقولوا ان الوالد ديالي شيطان؟ ولكن انا اللي عارف بلي الوالد ديالي كان من اطيب الناس. ديك الساعه سمعت واحد الصوت اللي قطع التفكير ديالي، كان الصوت ديال داك البنت. قلت لي ما تفهمش هادشي غلط، هادشي كيعني انك تولدتي في وسط عائله اللي ملعونه. داكشي علاش لصقات فيك اللعنه. قربت مني وشيرات بيديها جهتي، حطات صباحها فوق جبهتي في الوقت اللي راسي كانوا كيدوروا فيه بزاف ديال الاسئله. هضرات وقالت لي دابا عرفتي شكون انت، ودابا عاد غيبدا الامتحان ديالك هذاك الملعون. وقفات ورمات شي تراب فوق داك الدائره، وداك الساعه داك الشموع بداو كيطفاو شمعه ورا شمعه، وهي بدات كتغبر شويه بشويه. قالت لي باش تقدر تشوف خصك تصالح مع الذات ديالك والحواس ديالك. وقالت لي بلي الامتحان غيسالي فاش نقدر نشوفها. المهم هي غبرات وانا بقيت جالس في بلاصتي. قلت ارا نتامل. غمضت عيني وبديت كنتنفس بشويه. من وراها بديت كنشم الريحه ديال داك التراب اللي لاحتو فوق داك الدائره. تما حسيت براسي دخلت في واحد الحاله بحال الهلواسه. لقيت راسي في بلاصه غريبه ما قادر نشوف والو من غير الظلام. كانوا كاينين بزاف الاصوات غريبه دايرين بيا، ولكن صوت واحد اللي كان مميز، كان مختلف على البقيه. داك الصوت كان جاي من ورايا. فاش درت لقيت واحد السيد اللي لابس واحد اللبسه طويله كانت مغطيه كامل، قرب مني وحط يدو على كتافي وقال لي من شحال هادي وانا كنحاول نوصل لك، من اليوم انت الغمد وانا السيف. من وراها هز يدو على كتفي ودارها على وجهي، ومن وراها رجعت للوعي ديالي في وسط داك الكهف. من وراها بان لي واحد الدخان بيض، بقيت تابع داك الدخان حتى دخلت في واحد البيت، وتماك لقيت داك البنت جالسه كتامل. سمعت واحد الصوت من ورايا كيقول ودابا وليتي قادر تشوفنا. درت باش نشوف شكون، وانا لقى داك السيد اللي جيت كنقلب عليه. زعم عليا وانا في هذا الكهف. تعلمت بزاف ديال الحوايج من الغيداء. داك البنت كان اللقب ديالها هو الغيداء. فهمتني انه في هذا العالم ما خص حتى واحد يعرف سميتك ولا السميه ديال الام ديالك. داكشي علاش كيتعاملوا بالالقاب. هي اللقب ديالها الغيداء. ما داك خونا قال لي بلي هو ما عندوش لقب،
ولكن ممكن نعيط له ابن الجبل. طلب مني حتى انا باش نختار شي لقب لراسي، ولكن انا تلفت الصراحه ما عرفتش شنو نختار. سولتني الغيده قلت لي علاش كتدرب؟ قلت لها باش ننتقم من داك الشيطان اللي رونات لي حياتي. قالت لي ايوا صافي القضيه سهله، سمي راسك المنتقم. قطعها ابن الجبل وقال ليها لا 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 لا، الجلاد جات مع حسن. المهم من داك النهار وليت معروف بالسميه ديال الجلاد. تعلمت بزاف ديال الحوايج على الطاقه الروحيه والطلاسم. قال لي ابن الجبل بحكم انك وعاء ديال اللعنه فانت تولدتي ما بين عالمين، يعني كتعتبر هجين. وقال لي بلي عندي القدره نقص الشياطين واخا بلا ما نحتاج نستعمل شي طلسم. تعلمت بزاف ديال الحوايج من ابن الجبل، بحال الطلسم ديال الانتقال اللي كان كيخليني ننتقل ما بين الكهف والدار في لمح البصر. كنت كنستعمل داك الخاتم باش نخلي الشبيه ديالي في الدار وانا كنمشي باش نتدرب في الكهف. اليوم هو النهار الموعود، اخيرا كملت 25 عام. احتفلوا بيا عائلتي في ليله اكتمال القمر، وهادشي كيعني ان اللعنه ديالي اليوم تفعلات. لبست الخاتم وخليت الشبيه ديالي معاه، قريت طلسم الانتقال وانتقلت للكهف اللي لقيت فيه ابن الجبل كيتسناني. عطاني واحد الماء وقال لي باش نكبو على داك الرسم اللي عندي في الكف ديالي. من وراها الغيداء شدات في يدي وقرات واحد الطلسم ديال الانتقال اللي نقلتنا نيشان لداك الحديقه اللي كنت كنشوفها في الاحلام ديالي. قلت لي ضروري خصني نقول لك واحد الحاجه قبل ما دير هادشي اللي ناوي ديرو. داك الشيطان سميتها لاقيس، بنت واحد الملك من القبائل الكبيره في العالم السفلي، وسميتو ناصور. واذا قتلتيها غتنوض الحرب ودمك غيولي مطلوب عند قبائل الجن. سكت شويه وانا كنفكر في داكشي اللي داز عليا وداز على عائلتي. رديت عليها وقلت ليها غادي نقتص من داك الشيطانه بسبب داك العذاب اللي دوزات عليا. مشيت قصت واحد البحيره اللي كان جنب داك الجرده، وتماك لقيتها كتسناني كيف العاده. ولكن بسبب الطاقه الروحيه ديالي القويه هاد المره ما قدرتش تدخلني في داك الوهم ديالها. وقبل ما تهجم عليا بنيابها قريت واحد الطلسم اللي غيخرج واحد السناسل من الارض غيشدوا ليها عنقها ويديها. قربت منها وحنيت على ركبتي حتى جا وجهي في وجهها وقلت ليها انا عارف بلي ما عندك حتى شي ذنب في هاد اللعنه، بسلامه. من وراها قريت واحد طلسم اخر، خرجت واحد العافيه زرقاء وكلات الجسم ديالها كامل. ارض القضاء. هاد الارض كاينه ما بين 5 ديال الممالك. في الشمال كاين الارض المنكوبه وغير السميه تعطيك الخبر، وفي الشرق كاينه مملكه الملك الازلي كاينه وسط الشجر. كيقولوا بلي الملك ديالها خالد ما كيموتش. اما في الغرب كاينه مملكه الملك المعمر، وفي الجنوب كاينه مملكه الملك المحجوب. اما في الجنوب الغربي كاينه مملكه الغيلان المتمرده. غينتقل بين المشهد لبلاصه اخرى فين كاين واحد القصر داير به الضباب. تفتح باب القاعه باش غيدخل واحد الشيطان كيجري وجايب معاه خبر مشؤومه. كان الملك جالس على العرش ديالو ودايرين به الخدم. قرب داك الشيطان جات الملك ولكن ما عرفش كيفاش يدير يوصل ليه الخبر. عمر الملك باش يهضر والا راه غيصفيها ليه. جمع الشيطان الشجاعه ديالو وقال له بنتك سيدي. قال له الملك مالا بنتي؟ سكت داك الشيطان ما قدرش ينطق. من وراها دخلت واحد الشيطانه اللي كان شعرها كحل وطويل، تحنات على ركبيها وقالت ليه بنتك تقتلات يا جلاله الملك. وقف الملك وهو معصب وقال ليها شنو كتقصدي بانها تقتلات؟ كملت داك الشيطانه هضرتها وهي حانيه راسها في الارض. قالت ليه بنتك تقتلات على يد واحد البشري ملعون. شافوه بعض المسترقين وهو خارج من البلاصه اللي لقينا فيها الجثه ديال بنتك. غوت الملك واحد الغوته اللي زلزلات الحيوط ديال القصر. امر الملك اللي كانوا معاه باش يخرجوا. نزلت الدمعه من عينيه سخونه، وديك هي بنته الوحيده، ذكرى من مراته اللي ماتت. خرج الملك عند دوك اللي كانوا مجموعين قدام الباب وامرهم باش يديروا اجتماع طارئ. قال الملك بصوت غاضب انا الملك ناصور بن قيعان سليل ابليس، بنتي تقتلات على يد بشري ملعون. في ذاك الوقت فين كنتوا؟ قطعوا واحد من الشياطين العلويين قبل ما يكمل كلامه، ولكن الملك شدوا من عنقه وما طلق منه حتى مات. ومن وراها امرهم باش يعيطوا على الزنطق. ما جا فين يكمل كلامه حتى بان قدامه واحد القط كحل، بدا كيتحول حداه حتى ولى على شكل الشيطان كحل وكان مقدر وعينيه ما كانوش في بلاصتهم. حنا على ركبيه وقال له امرك مولاي. قال ليه الملك سير جيب لي داك الوعاء. تحرك الشيطان بلا ما يقول حتى كلمه، واخيرا رجع كل شيء كيف ما كان. ما بقاو لا ضرابي لا اصوات ولا احلام. هذه مده ما شفت الغيداء الصراحه، توحشتها. من نهار رجعت لحياتي الطبيعيه ما عاودت سمعت عليها شي اخبار. من داك الوقيته ما عاودت استعملت شي طلسم، ولكن مره كنت كنتامل باش نقوي طاقتي الروحيه. رجعت لطريق الله، صليت المغرب وانا رجع في حالي للدار. دزت من واحد الدرب ضيق شويه وانا نحس بالطاقه الروحيه ديال شي حد تبعاني. قلت بصوت مسموع غير خرج. خرجت الغيداء ولاحت ليا داك الخاتم اللي فيه داك الحجره الحمراء. قالت لي تبعني بالزربه. رحنا في دار ابن الجبل
رجعت للدار، لبست داك الخاتم وقريت طلسم الانتقال. دخلت باش غادي نلقى ابن الجبل جالس مقابل مع الغيداء. حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك. قبل ما نسول نطاق ابن الجبل وقال لي بلي واحد من الشياطين الرصد قال له بان العالم السفلي مقلوب بسبابي. الملك ناصور كيقلب عليا وديجا راه صيفط واحد من الوزراء ديالو باش يصفيها ليا. من الطريقه اللي هضر معايا ابن الجبل عرفت ان واخا طاقتي قويه ولكن ما غنقدرش نواجه هذا الوزير. قلت له شنو الحل؟ قال لي انه الجني ما غادي يصفيها ليه غير جني اخر بحاله. قال لي كاين واحد الملك تخلى على حكم ابليس، قال لي سميتو ابو محرز الاحمر، سيد قبيله بنو نعمان، وهو من الجن المسلم. سير لعنده وطلب منه الحمايه، انا مأكد ما غاديش يردك. اما انا بسبب العهود فمحرم عليا ندخل في اي حاجه متعلقه بالملوك السبعه. قالت ليه الغيداء شنو هما هاد العهود؟ قال لي هذه قصه قديمه، الخلاصه انه ممنوع عليا نقرب من الملوك السبعه في ارض القضاء السفلي. من بعد كمل كلامه، حيد واحد الخاتم من يده اللي كانت في وسطو واحد الحجره صفراء وعطاه الغيداء باش تلبسه. غير لبساتو هو يتجسد واحد الشيطان كحل، كان الجسم ديالو ضخم. تحن على ركبه ابن الجبل وقال ليه امرك مولاي. قال لي ابن الجبل من اليوم انت تحت الامره ديال الغيداء، نفذ اي طلب طلبه منك. وداك الشيء اللي كان دار داك الجن لعند الغيداء وقال ليها انا سميتي برقانه مولاتي الغيداء، غادي نكون تحت الامره ديالك. قال لي هذا الشيء ومن بعد اختفى. قال ابن الجبل ان برقان هو قرين منشق من احدى القبائل القويه في عالم الجن. ومن بعد حط ابن الجبل يديه على جبهتي وعطاني من طاقته الروحيه. عرفت من عنده ان هذه القبيله اللي غادي نقصدوها جات في صحراء الربع الخالي، وحضرنا نستخدموا شي طلاسم قتاليه باش ما يصفيوهاش لينا الجنود ديال الملك قبل ما نوصلوا لعنده، حيت ما عندهمش مع الصحارى. قرينا طلسم الانتقال وفي لمح البصر كنا في داك الصحراء اللي ما كانش عندها نهايه. قرات الغيداء طلسم اخر واستدعات واحد من الجن السفليين باش يورينا الطريق. بدا كيتمشى على يديه ورجليه وحنا كنا تابعينه. بقينا تابعينه غادين حتى لواحد اللقطه غادي نلقاوه مقتول. حسينا بواحد الطاقه شريره دايره بينا وحنا كنحاولوا نفهموا شنو واقع. سمعت صوت في راسي كيقول اليمن ديالك. ديك الساعه جاتني ضربه من اليمن، حسيت بيدي بحال تهرسات. ما هي غير لحظات حتى رجع عاوتاني داك الصوت، سمعتو كيقول اليسار ديالك. عاوتاني جاتني ضربه من اليسار. بقات الغيداء غير مصدومه وكتشوف. حاولت تقرا واحد الطلسم ولكن فجاه لقات راسها في السما مقجوجه. في داك اللحظه اللي كانت فيها الغيداء كتخنق ركزت طاقتي الروحيه كامله في يدي وضرب داكشي اللي كان كيخنق الغيداء. داك الساعه طاحت من يده وبدات كتحاول تسترجع الانفاس ديالها. في داك اللحظه تشكل قدامنا واحد القط كحل وبدا كيرجع للشكل ديالو الاساسي. كان صحيح بزاف. بدا كيمسح الدم على وجهه. قال لي اذا انت قادر تقيسني، واش عارف شحال كنكرهكم الملكيون موالين الدم الكحل. ما حسيت براسي حتى لقيته بدا كيضرب فيا من جميع الجوايح. ما عرفت ما ندير. كناكل العصا من العدم. حتى الغيداء الطلاسم ديالها ما خدامينش الا كان العدو ما كيتشافش، وهنا كتعتبر عاجزه. بقيت على هذا الحال كناكل الدق وساكت، ما قدر ندير حتى حاجه. حتى طاحت في بالي واحد الفكره. اي كائن حي عنده طاقه روحيه وخاصه هذا الشيطان طاقته الروحيه قويه بزاف. اذا ركزت على اللحظه اللي غادي يضربني فيها طاقته الروحيه غادي تلمس الطاقه الروحيه ديالي وديك الساعه غنقدر نعرف بلاصتو بالضبط فين كاين. وداك الشيء اللي درت، غمضت عيني وركزت. الضربه الاولى، الضربه الثانيه، وفي الضربه الثالثه فتحت عيني وضربته بالزربه. قبل ما يستوعب كيفاش درت ليها طحت عليه بالضرابي. الشيء اللي خلاه يرجع يبان حيت فقد التركيز ديالو. وهذا الشيء اللي عطى الفرصه للغيداء تقرا عليه واحد الطلسم قديم باللغه ديال الجن. خرج واحد الرمح قديم من الارض وموقف حتى تخليه في قلبه. شافت فيا الغيداء وهي معجبه. عرفتها انها ما فهماتش كيفاش درت ليها. شرحت ليها شنو وقع ومن بعد كملنا طريقنا مع شيطان واحد اخر اللي استدعاته باش يورينا الطريق. 3 ايام وحنا شادين الطريق. وفي النهار الرابع استأذن من هذاك الشيطان باش يغادر حيت هو من جنس يهودي والقبيله اللي داخلين عليها مسلمه، ما يقدرش يكمل معانا. قال لنا باللي باقي لينا غير نهار باش نوصلوا. المهم داك الشيطان مشى في حاله. لاحظت ان الغيداء كانت عيانه بزاف بسبب طلسم الاستدعاء اللي استخدماته حيت كان كياخذ من القوه ديالها الروحيه. قلت لها اجي نرتاح هنايا هاد الليله. المهم شعلات العافيه بيديها وجلسنا قدامها كندويو. قلت لها منين جبتي هاد اللقب ديال الغيداء امولات العينين الزرقين؟ قالت لي علاش ديما كتعلق على عيني؟ قلت لها حيت كيشبهوا اللون ديال السما، كيعجبوني داك الشيء علاش. حشمات وقالت لي بلي ماشي هي اللي اختارت هاد اللقب وانما ابن الجبل.
سولتها علاش بالضبط سماك بهذا السميه، قالت لي حيت دغيا كنتعصب، دغيا كدور ليا النقشه. ضحكت وقلت ليها فعلا اسم على مسمى. سولتها وقلت ليها كيفاش حتى تعرفتي على ابن الجبل؟ قالت لي بلي هو اللي لقاها بسبب واحد الكتاب. قلت ليها اين كتاب؟ قالت لي وهي كتسد عينيها العزيف ومن وراها نعسات. بقيت كنتامل وكنفكر في هذا الشيء اللي داز عليا، حتى سمعت الصوت ديال واحد المسا، ومن وراها بان لي واحد الراجل قاصدني، سلم عليا وطلب الاذن باش يجلس معايا. قال لي بانه عابر سبيل. قلت ليه تفضل يا سيدي جلس، مرحبا بك. داك السيد كان لابس جلابه بيضاء ولحيته كان طويله. الصراحه داك السيد كان مقبول، الوجه ديالو منور. شاف جات الغيداء وقال لي شنو اللي جابكم لهاد البلاصه؟ رديت عليه حتى انا بسؤال، قلت ليه شنو كدير انت هنا في هاد الوقت بوحدك؟ قال لي وشكون قال لك انا بوحدي؟ انا معايا المعيزه ديالي، وبالنسبه لشكون انا شنو كتوقع؟ قلت ليه كيبان عليك من بدو الصحراء. قال لي اعتبرني منهم. شاف فيا وقال لي من عينيك باين بلي عندك هم كبير. الشخص اللي كيخبي كتر ما كيبين كيحبس راسو في السجن صنعو بيديه. ما نكرش انني ارتحيت في الهضره معاه، شدتني البكيه، كان قلبي عامر. لاحظ داك السيد الدموع اللي نزلوا من عيني وقال لي عاود لي يا ولدي شنو عندك؟ عاودت ليه داكشي اللي وقع معايا كامل. بقيت كنتسناه يستغرب او يدير شي ردة فعل، ولكن هو بقى مركز معايا بلا ما يقاطعني، وقال لي اذا كتقلب على ملك قبيله بنو نعمان، وشكون ضمن لك انه غادي يعاونك؟ واش كتظن انه غادي يحادي بني جنسو على قبلك؟ ما قدرتش نرد، حيت الصراحه كان عنده الحق. انا غادي وما عرفش واش غادي يقبل ولا لا. كمل وقال لي بانه الاقدار بيد الله، ما خصني نعول على حتى شي مخلوق. دور وجهه للغيداء وقال لي ما كانش عليك تستعان بهاد الساحره، علاش ما لجأتيش للدعاء والصلاه؟ راهم كافيين يبعدوا عليك اي شر واي لعنه، وراه غادي يوقع غير اللي مكتب لك الله عز وجل. من بعد وقف وشير لي لواحد الجهه وقال لي داكشي اللي كتقلب عليه راه كاين تماك، ناض وتم غادي في حاله. وانا نقول ليه هاد الحاله اللي خارجه منك انت ماشي بشرياك. رد عليا بدا ما يشوف جهتي وقال يخلق ما لا تعلمون. بقى غادي هو والمعزه ديالو حتى ما بقاوش كيبانوا. فقت الغيداء وسولتني مع من كنت كنهضر. صراحه قلت ليها راكي كنتي غير كتحلمي. تبعنا الطريق اللي وراني داك الشيخ، ما نكذبش عليكم داك الطريق كانت صعيبه. في طريقنا تلاقينا بزاف ديال الشياطين. الصراحه ما حسيتش بالخاطر من جهتهم، قربوا منا وسلموا علينا وسولونا كيفاش قادرين تشوفونا. كانوا مستعجبين. جاوبتهم الغيداء بسؤال اخر، سولتهم على قبيله بنو نعمان. ديك الساعه عرفنا انهم من داك القبيله. سولونا شنو بغينا منهم، عاودنا لهم القصه ديالنا وبلي بغينا نتلاقاو مع الملك ابن محرز الاحمر، ولكن تهدمت الامال ديالنا فاش قالوا لينا سمحوا لينا ولكن ضربتوا هاد الطريق كامله على الخاوي، حيت ملكنا ما غيبغيش يتلاقى مع هاد الساحره. وحتى انت اللي ما عرفنا شنو هو اصلك. تفكرت هضره ابن الجبل فاش قال لي ان داك الملك مسلم متشدد وكان باغي يدخل على العرش ديالو باش يتفرغ للعباده. استغليت الفرصه وقلت لهم اننا باغيين منكم الحمايه، والى الملك ديالكم رفض فغادي نمشيو في حالنا في سلام. وقرات عليهم الايه اللي كتقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. عجبتني النظره ديال الحيره اللي كانت في وجههم، ولكن جاوبوني وقالوا ان الله اللي خلقنا وضع بيناتنا حاجز، يعني ماشي من الخير اننا نكونوا قادرين نشوفوا بعضياتنا. كمل كلامه وقال ولكن انا ما غنحكمش في بلاصه الملك، مد لي يديه وانا نشد في يده. وما هي غير لحظات حتى لقيت راسي في وسط واحد القصر كبير مبني بالرخام الابيض. ما تعجبتش حيت ابن الجبل قال لي باللي الملك عزيز عليه اللون الابيض حيت كيرمز للنقاء وكيفكروا حتى في الكفن باش ما ينساش باللي كاين الموت وخيط العمر. قاطع تفكيري وقال لي باش نتسناوه يدخل يستأذن الملك ويرجع. قصد واحد الباب اللي كانوا واقفين في جنب بوجوج ديال الجن صحاح، والجلد ديالهم كان كحل وعينيهم كانوا مشقوقين بالطول. تقريبا دازت شي نص ساعه وحنا كنتسناو. عاد خرج وقال لنا بلي الملك وافق، ولكن غتدخل غير بوحدك بلا هاد الساحره. شفت فيا الغيداء وقالت لي صافي سير غير انت. تبعد داك خونا اللي دخلني لواحد القاعه كبيره وسط منها كاين واحد العرش ذهبي. كان واقف حداه واحد الشخص اللي كان عاطيني بالظهر. سمعته كيقول واياك العرش، واياك تحاول تطيحني في الفخ ديالك. هضر معايا العرش، شحال من دوله رجعتيها جحيم، كان عليك تكون رمز للعداله والانصاف، ولكن في بلاصه هادشي وليتي سبب لتعاسه الشعوب.
واش تقدر تسمع العرش؟ واش تقدر تسمع الغوات ديال الناس اللي ماتوا بسببك؟ واش كتشوف العرش المعاناة ديال العائلات اللي تشردوا بسببك؟ واياك تحاول معايا العرش، ما بغيتش نكون جزء من سلسلة الظلم. تصدمت فاش شفت الوجه ديال داك الشخص، حيت لقيته هو نفس الشخص اللي تلاقيته في الصحراء. قال لي عرفتي شحال تمنيت نكون مجرد عابر سبيل، ولكن السلطة اختارتني. ديك الساعات قلت له اذا راك عارف السبب ديال المجيء ديالي. قال لي عارف الجلاد، وانا ما راضيش على هادشي اللي طالب مني، ولكن انا كنظن بلي كاين سبب اللي لاقاني بيك. اللهم نوقف معاك ولا نخلي اخ ديالي في الدين يواجه بطش عدو الدين. ومن بعد سمعته عيط على 3 ديال المرضى من الجن، اعور، داسم ومراس، وهم من الجن المسلم، وكل واحد فيهم كانت عنده القوة ديال 1000 جندي من الجيش ديال ناصور. خلاهم يعطوني عهد الولاء مقابل انه نواعد نستخدمهم غير في الخير، وقال لي بانه هو اللي غيتكلف بالعقاب ديالي الا مشيت حتى نستخدمهم في شي حاجه ماشي هي هذيك ولا في الحرام. قطعنا جني من جنود الملك، دخل لقاعه وقال الملك انه واحد من الوزراء 10 ديال ناصور طالب لقاء الملك. خلاه الملك يدخل، قصد البلاصه اللي كنت واقف فيها، شاف فيا ومن بعد شاف الملك وهضر بلغه اللي ما مفهوماش. قال انه وصلتهم اخبار بلي انني مخبي عندهم. قال له الملك ناصور كيطلب منكم تسلموه، والا نطق مع راسو. قال له من الاحسن انك تحترم الملك الا كنتي باغي راسك يبقى في بلاصتو. هدر الملك وقال لمراس واش عمرك سمعتي باللي في الدين ديالنا كنقتلوا الرسل؟ الملك طلب من داك الوزير يكمل هضرته. قال داك الوزير ناصور باغيكم تسلموا هذا البشري الملعون باش نتفاداو الحرب بين القبائل. قال الملك كنقسم لك ما غاديش تاخذوا مني خويا في الاسلام، والا كان الملك ديالك باغي يشوف البطش ديالي يحاول ياخذ مني الجلاد. بغى داك الوزير يهضر ولكن قاطعوا الملك، قال له الهضره سالات. تلاقاو في ميدان الحرب، مشى داك الوزير في حاله. ومن بعد الملك علمني طلسم اللي نقدر به نستدعي داك القاده اللي عطاني باش يكونوا معايا في الحرب ديالي ضد الملك الظالم ناصور. خرجت عند الغيداء اللي كانت باقا كتسناني. قبل ما نقرب باش نعاود ليها، في لمح البصر لقينا راسنا رجعنا للصحراء، وداك القصر اختفى، ما بقى عنده حتى شي اثار. عاودت ليها شنو وقع معايا، وحنا في طريقنا طلبت منها ما تدخلش في هاد الحرب اللي هي اصلا بعيده عليها، ولكن هي قالت لي برك عليك من الدراما، انا ما كنديرش هادشي على قبلك. انا شحال هادي قطعت وعد على راسي انني نصفيها لاي شيطان وقت ما جاتني الفرصه. بقينا غاديين وسط الصحراء، واخا الغذاء كانت قادره تنقلنا لشي بلاصه اخرى، ولكن انا كنت باغي الحرب تكون في هاد البلاصه حيت الجن كتكون قويه في ارضها، وهاد الصحراء هي الموطن ديال بنو نعمان. من بعد يومين ديال المشي قلنا نرتاحوا شويه، ولكن فجاه بديت كنسمع شي هضره اللي ما مفهوماش، ولكن الغذاء فهمات داك اللغه. وشويه بدا كيتشكل قدامنا واحد الشيطان حمر اللي كان عنده قرون خارجين من الجبهه ديالو، وواحد فيهم كان مهرس، جناحو كانوا كبار وعينيه كانوا عامرين بالحقد والشر. ملي حسيت بالهاله ديالو الجسم ديالي كامل قال لي هرب الا بغيتي تبقى عايش. كان كيهضر بداك اللغه اللي ما مفهوماش. درت عند الغذاء باش تشرح ليا، ولكن غوتات عليا وقالت لي قرا بالزربه طلسم الاستدعاء. قريت داك الطلسم وبالزربه تشكل حدايا كل من اعور، داسم ومراس. شاف فيا اعور وقال لي الملك ناصور اعلن علينا الحرب وغيهجم علينا هو والجيش ديالو اللي بدا كيتشكل في داك اللحظات. قال له اعور حنا ما بغيناش نسفكوا الدم ناصور، جمع الجيش ديالك ونساحب. رد عليه ناصور بنفس اللغه. من بعد تنهد اعور وقال اذا بدات الحرب